بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: الفجوة الكبرى بين دراسة الحروب الصليبية في الليسانس ثم دراسات العليا. طبعا هذه الحلقة فيها نوع من المكاشفة والمصارحة التي تضايق البعض. لماذا؟ لأن البعض يريد أن يكون كله تمام، وأسهل شيء كله تمام. أنا على المستوى الشخصي عندما أشرف على طلاب دراسات عليا وأسأل الطالب كيف حال رسالتك فيقول كله تمام، أول ما أستمع لهذه العبارة أعرف أن هناك التقصير الخطير. ندرس لأبنائنا في المرحلة الليسانس البكالوريوس الحروب الصليبية، فيبدأ التدريس بتعريف الحروب الصليبية ودوافعها والحملات من 1 ل8، الحملة الأولى، الحملة الثانية، إلى الآن. هذا مفهوم خاطئ. نحن نقسم ظاهرة لا تزال موجودة بيننا، والطلاب يتصورون أن الأمور سهلة وميسرة وعرفوا الحروب الصليبية. جميل. تبدأ في التعامل مع الطالب في الماجستير تجد أن فكرته عن الحروب الصليبية ليست فكرة صحيحة، وأن القضية وراءه طوفان من المصادر والمراجع وبيبليوغرافيا وشغلانة كبيرة. الأساس أننا ندرس كظاهرة استعمارية أي استخرابية، وليست قضية التيسير على الطلاب من خلال 8 حملات. هذه نقطة محورية، علينا الانتباه لهذه الجزئية، وأن يفهم الطالب مشكلات الدراسة منذ مرحلة الليسانس. القضية ليست التيسير على الطلاب وتبسيط الأمور لهم، لأن بعد هذا هناك منهم من سيعمل في الدراسات العليا. أتذكر أن إحدى الطالبات درست في مدرسة لغات، فعندما درست معي الحروب الصليبية قالت لي هذا عكس ما درست في المدرسة الثانوي. فقلت لها ماذا؟ قالت إن الصليبيين قدموا من أجل تحرير الأرض المقدسة من الاضطهاد الذي لحق بالحجاج. قلت لها يا ابنتي هذا كلام غير علمي، أنا ما أقوله لك هو الحقيقي أو الأقرب إلى الحقيقة. هم بأنفسهم اعترفوا أن هذه أكاذيب رددتها البابوية في ما يتوهم أنه العصور الوسطى. فبصراحة علينا أن ندرس لأبنائنا لكي نؤهلهم إلى مرحلة أكبر، ولا نتبع جزئية تيسير بحملات. القضية ليست كذا. مشروع واحد، حملة واحدة من 1095 ل 1291، مشروع متكامل في مرحلة الشامية، وهو جزء من مشروع ضخم لا يزال بيننا. وأنا أتحدث مع حضرات المشاهدين في يوم 2/6/2025. أما التيسير وتصوير الأمور مبسطة ميسرة وبعد هذا يفاجأ الطالب أنه عندما قام بالدراسات العليا الأمور عكس ما توقع، هذا أمر يحتاج مراجعة. شكرا جزيلا.